ايه تعبان؟ حاسس انك بتبذل مجهود كبير ومش شايف نتيجة؟ طبعا فاكر انك الوحيد بقى اللي عايش المعاناة دي، بس الحقيقة لا. اي حد بيسعى يحقق حاجة مهمة في حياته لازم يمر بالتعب ده، لكن مش كل الناس بتكمل. التعب مش مبرر ليك انك توقف وما تكملش. لو بتقول انك تعبت من المحاولة يبقى اسأل نفسك، هو انت فعلا عاوز توصل لحاجة ولا هو مجرد كلام بتقعد تقوله كل شوية وخلاص؟ اصل النجاح ما بيجيش اللي بيشتكي ويقف، بيجي اللي بيحاول ويكمل رغم كل المعاناة اللي بيقابلها في طريقه. مش انت برضو عايز توصل لحاجة نفسك فيها؟ يبقى ما تشتكيش. في ناس بتتحمل أضعاف اللي انت فيه وبيكملوا من غير ما يتكلموا، لأنهم فاهمين وعارفين كويس إن النتائج ما بتجيش بالسهل. فقوم كده بقى وكمل اللي انت كنت بتسعى فيه، وشد حيلك واعرف كويس إن التعب ده هو جزء أساسي من الطريق اللي انت ماشي فيه، مش نهايته. الحق نفسك يا اسطى، الحق نفسك وبطل استعباط، الحق نفسك وبطل تأجل حاجة كل يوم عن يوم، الحق نفسك وبطل تقول إن لسه في وقت، الحق نفسك وبطل تقول إني عادي ممكن أجي في آخر دقيقة وأعملها. لو فضلنا مكملين بنفس الطريقة وبنفس اللي إحنا بنعمله ده، عمرنا ما هنحقق حاجة، وعمرنا ما هننفذ الحاجات اللي إحنا عايزين نعملها، وعمرنا ما هنمشي في حاجة. قوم يا اسطى، قوم يا اسطى والحق نفسك، الحق نفسك، اكتب الحاجات اللي عندك، حاول تلم دنيتك، حط خطة للحاجات اللي أنت هتلحق تنفذها. يا حبيبي ما فيش حاجة اسمها شغف، هي حاجة اسمها انك تجبر نفسك، والنفس ينبغي ان تجبر على ما تكره من الامور النافعة في الدنيا والدين. لو ما اكرهتش على الامور النافعة في الدنيا والدين انت هتروح في حتت صعبة. يعني لازم انت تجبر نفسك وتحمل نفسك على الصالحات والامور النافعة. انا جاي اقول لك ان ربنا فعلا شايف انك بتحاول، وعارف انك تعبان وموجوع وحزين وجبت اخرك خلاص ومش قادر. ربنا عارف انك ما بقيتش قادر تنام من كتر التفكير. والله العظيم ربنا سامع دعاء قلبك من جوه من غير ما تنطقه على لسانك. ربنا مجهز لك فرحة انت ما تتخيلهاش، فرحة لما تجيلك هتصدمك، وهتتمنى ساعتها ان الوجع اللي انت كنت فيه يزيد لو الفرحة دي هتزيد. ربنا عارف انت محتاج ايه وهيجيبهولك لحد عندك من غير ما تسأل ازاي ومن غير اسباب. ربنا فعلا هيجازيك خير على كل الصبر اللي انت صبرته، وعلى كل يوم وحش انت عشت فيه. كل اللي عليك انك تقول الحمد لله وتقول يا رب انا واثق فيك انك فعلا هتعوضني خير، وثق بربنا ونام وما تحسبلهاش، وهتصحى تلاقي كل الخير وكل السعادة مستنياك. خلي دايما رسالتك لنفسك في الاوقات الصعبة انك عديت من الاصعب منها عادي، انك عديت بحاجات كتير قوي محدش سندك فيها، انك عديت بقصص وحكايات لو حكيتها للناس هيقولوا عليك انك كذاب. فاللي عداك من اللي فات هيعديك من اللي جاي، وطول ما انت اللي ماسك في نفسك محدش هيوقعك. فعلشان خاطري كل ما تعدي بحاجة صعبة فكر نفسك باللي فات. هو الانضباط ببساطة ألا تخضع أدائك لمزاجك، ده الانضباط. لا تخضع أدائك لمزاجك. هي المشكلة ان النهاردة مزاجي حلو هنزل اكسر الدنيا في الشغل، مزاجي وحش مش هروح النهاردة. صحتي حلوة هنزل الجيم، مش في المود مش هروح. فالانضباط هو ان كل يوم بغض النظر عن مزاجك you dress up, you show up, you never give up. بتنزل، ودايما بنقول كده ايه، اي حاجة احسن من ولا حاجة.